السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. أغلبنا بيحب الفول الأخضر، فبنعمله بكذا طريقة. ممكن نعمله بطحينة، ممكن نعمله بلبن، وحنعمله اليوم بالطريقة السهلة هذه، أسهل طريقة، على مرقة اللحمة. حيطلع معاكي بالنهاية تحفة. الفول الأخضر مقطعاه وغسلاه بالشكل هذا. بدي مرقة لحمة مسلوقة، طبعا سلقاها بالمطيبات تاعتها، بصل وفلفل أخضر وعصير ليمون وفلفل أسود وتوم بس. بضيف شوية زيت على النار، بقلب البصل والفلفل الأخضر لحد ما يدبل شوية. تمام هيك. بضيف الفول الأخضر، بضل أقلبه. بعد ما دبل بضيف المرقة، وبحاول دايما بالطبخات ما أكترش من المرقة عشان تكون معاك الطبخة مسبكة وطيبة. بضيف عصير الليمون، الفلفل الأسود، تمام، وبضيف كمان الملح المناسب لأنه المرقة مظبوط ملحها. بغطيها وبتركها تقريبا من 30 ل 40 دقيقة لحد ما تستوي تماما. على الناحية التانية بعد ما استوت بدي أعمل التقلية. بقلي توم، بحاول أخليه أشقر فاتح هيك. تمام. بضيفه للطبخة. بعد ما ضفت التوم بخليه شوية تقريبا 5 دقايق ياخدوا الطعم من بعض. وزي ما حكيت لكم بالبداية ما تكونش المرقة كتيرة عشان تطلع معايا الطبخة مسبكة وطيبة. وهذه من أسهل الطبخات والطرق للفول الأخضر. شكرا لمتابعتكم، حياكم الله.